مرحبا بكم في الحلقة الأخيرة من سلسلة شمال إفريقيا مقبرة الإمبراطوريات. حلقة اليوم ستكون بمثابة نقطة فاصلة، حيث سنتناول بريطانيا وليبيا، الفصل الأخير من الاستعمار الأوروبي، ونسلط الضوء على دور بريطانيا في ليبيا بعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية. نحن الآن في نقطة حرجة من تاريخ المنطقة، حيث تتقاطع مصالح القوى الاستعمارية مع تطلعات الشعوب نحو الحرية والاستقلال. في عام 1943 مع انتهاء الحرب العالمية الثانية انهار الاحتلال الإيطالي لليبيا. إيطاليا التي كانت قد استولت على ليبيا في عام 1911 انسحبت بعد هزيمتها الساحقة في الحرب، ولكن كما جرت العادة في تاريخ الاستعمار الأوروبي لم تترك الشعوب لتقرر مصيرها بحرية، بل دخلت بريطانيا في الصورة، حيث بدأ دورها يتعاظم في إدارة شؤون ليبيا. في البداية لم تكن بريطانيا وحدها على الساحة، فإلى جانبها كانت هناك فرنسا التي كانت تتطلع إلى زيادة نفوذها في شمال إفريقيا. لكن كانت بريطانيا قد وضعت عينها على ليبيا منذ فترة طويلة، وخصوصاً على مواردها النفطية التي بدأت تكتسب أهمية استراتيجية. وبالرغم من أن ليبيا كانت قد بدأت في النضال ضد الاستعمار الإيطالي منذ سنوات، فإن دخول البريطانيين لم يعتبر تحرراً، بل استمراراً للهيمنة الأوروبية على المنطقة. ففي هذه الفترة تم تقسيم ليبيا إلى 3 مناطق تحت الإدارة البريطانية: برقة في الشرق، طرابلس في الغرب، وفزان في الجنوب. لكن لم يكن هذا التقسيم ليرضي طموحات الشعب الليبي، ففي هذه الفترة بدأ الليبيون في تنظيم أنفسهم لمواجهة الاحتلال البريطاني، وكان على رأس هؤلاء المجاهدين الملك إدريس السنوسي الذي أصبح رمزاً للنهضة الوطنية في ليبيا. كان الملك إدريس قد قاد حركة مقاومة ضد الاحتلال الإيطالي، وكان يسعى الآن لتحقيق استقلال بلاده. كانت بريطانيا قد استبدلت الاحتلال الإيطالي بوجود عسكري مباشر في ليبيا، مما دفع العديد من الشخصيات السياسية والقبائل الليبية للانخراط في مقاومة سياسية ضد هذا الاحتلال الجديد. في تلك الفترة حاولت بريطانيا فرض نظام جديد في ليبيا من خلال إنشاء حكومة مؤقتة تتماشى مع مصالحها الاستعمارية، ولكن ذلك لم يرضي الشعب الليبي. السنوسي كان قد أنشأ حركة سياسية قوية ومؤثرة، وكان يسعى إلى تأسيس ملكية دستورية على رأسها. ورغم أن بريطانيا كانت ترغب في ضمان مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في ليبيا، إلا أنها كانت بحاجة إلى الحفاظ على استقرار الوضع السياسي في المنطقة، وهو ما شكل تحدياً كبيراً. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية أصبحت بريطانيا أكثر ضغطاً لإيجاد حل سياسي في ليبيا، خاصة في ظل تزايد ضغوط الأمم المتحدة والاحتجاجات المحلية ضد الاستعمار. في عام 1951 وبعد مفاوضات طويلة اعترفت بريطانيا بليبيا كدولة مستقلة تحت حكم الملك إدريس السنوسي. لكن هذا الاستقلال لم يكن كاملاً، فليبيا رغم استقلالها كانت لا تزال تحت تأثير بريطانيا من خلال اتفاقيات اقتصادية وعسكرية. كانت بريطانيا قد تأمنت من خلال هذه الاتفاقيات في استمرار الحصول على حقوق خاصة في النفط الليبي، بالإضافة إلى وجود قواعد عسكرية مهمة. بعد الاستقلال الرسمي في 1951 شهدت ليبيا تحولات كبيرة في هيكلها السياسي والاجتماعي. الملك إدريس السنوسي تولى العرش، لكن لم يكن الوضع مستقراً بالكامل، إذ كانت هناك قوى محلية ودولية تتنافس على السيطرة والنفوذ في البلاد، وهو ما شكل تحدياً دائماً أمام تطلعات الشعب الليبي نحو الحرية الكاملة. ومع مرور الوقت بدأت ليبيا تتجه نحو مرحلة جديدة من الوعي السياسي، وهو ما أدى في النهاية إلى الثورة التي قادها معمر القذافي في عام 1969، منهياً بذلك فصلاً مهماً من فصول الاستعمار الأوروبي في المنطقة. وها نحن في ختام هذه السلسلة التاريخية التي كانت شمال إفريقيا مقبرة الإمبراطوريات. خلال هذه الحلقات استعرضنا التحديات التي واجهتها شعوب شمال إفريقيا في مسيرتها نحو الاستقلال، وكيف كان الاستعمار الأوروبي يسعى بكل وسيلة لإبقاء هذه الشعوب تحت السيطرة. لقد كان لنا شرف أن نروي لكم هذه القصص التي تجمع بين النضال والتضحيات والأمل في الحرية. وشكرا لكم على متابعتكم لنا طوال هذه الرحلة التاريخية. كان دعمكم وتعليقاتكم مصدر إلهام لنا في كل حلقة. نأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه السلسلة، وأن تكون قد سلطت الضوء على الكثير من الجوانب التي ربما كانت
غائبة عنكم. إلى أن نلتقي في مشاريع جديدة، نشكركم مرة أخرى على دعمكم المتواصل. إذا أعجبتكم هذه الحلقة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شاركونا آراءكم في التعليقات، ودعمكم يساعدنا على تقديم المزيد من الحلقات المشوقة. شكرا لكم.